مساء الخير. مساء النوم. والله النوم مهما أتكلم وأتحدث عنك لن أوفيك حقك. يا رجل احترمني يا رجل، النظارة ذي ما عادني لابسها. ترى النظارة تعكس سياراتك وتعكس أصابع رجل أظفر إصبعك واسخ نظف. يعني أنا لابس النظارة قاعد أتكلم عن النوم، قاعد أقول لن أوفيك حقك، شاركني في الموضوع، قل صادق. ترى النظارة تعكس الشبشب حق في يدينك. أنا بطلت أسولف عن الموضوع، ولا إيش رأيك السوري؟ ايه صح. أنت ما تقول إيه صح، لكان شو هيدا كلامك صحيح. كلامك صح. جاني دحوم السوري. لا. طبعا يزعل إذا جيت أقول السوري. خلاص راح قبل أمس استراح، بعلمكم إيش صار معه. تقول إيش صار معك؟ من يوم دخلت الاستراحة لين طلعت هم قاعدين يقولون يا السوري يا السوري، وانا ما شربت شيء ولا اكلت، بغيت ابكي. أنت طلعت هم قاعدين يقولون يا السوري يا السوري، وانا ما شربت شيء ولا اكلت، بغيت ابكي. أنت زعلان عشانهم يقولوا لك السوري؟ ايه زعلان عندي. حتى عيال الحارة. حتى يا الحر يقول كلام من يجمد على الشارب. انت وياه اسمع، انا لما اقول يا السوري فهو اخي وفلدة كبدي وطحالي وريتي، لكن انت مثل اخوي، فعادي تمون لما تقول يا السوري وكذا، فخذ راحتك، ما عاد لا تفرق معي، لا تقول يا السوري احسن لك. شوفوا انا بنزل لكم تصميم، انت ما تدري صار لك فانز من انستغرام. وش معنى فانز؟ المهم اسمع. بنزل لكم تصميم مسوين الفانز حق السوري. في الفانز شو اسمه، فانز السوري. هلا والله بنزله، وترى ما قد شافه بوريه، بعلمكم ردة فعل. ايش؟ شو الوضعية انت افهموا ورب الكعبة، بعلمكم ردة فعل. ايش؟ شو الوضعية انت افهموا ورب الكعبة انا توي اشوفها مثلكم. ايش فيك؟ ردة فعل الصراحة طبيعية جدا يعني. طيب كلمة توجهها للي صمم لك اياها. ياكل سبن. هذه خلاص بالعافية يا كابتن. من كثر ما غليت. في احد ضربك بشبشب قال والله انت تسوق، ولا قال والله انت تاخذ السيارة هدية هذه؟ يا اخي ما تعرف تسوق. ما اعرف اسوق يا اخي، انا حمار ما اعرف اسوق. تفضل المفتاح سوق بدالي.